السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم معايا في واحد الموديل جديد. قنيديره سهله خفيفه غادي ندوز نفصلها ونمونطيها معكم، ما تمشيو فين، خليكم معايا. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في واحد القندوره اليوم اللي هي موديل جديد وخفيفه سهله. كنتمنى طرق الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. نبداو على بركه الله. غادي نرافقوا هاد البيجامه ديالي سيداتي او هاد القندوره بواحد الاكسسوار ساهل كي كتشوفي، حجيرات فرقتهم من القدام هكا ورديت منه هاد الكول في على هاد الشكل. بهذا الشكل غتكون القنيديره ديالنا سيداتي. غادي ناخذ الطول ديالي وغادي نطويه على جوج ونطوي معكم على 4. بعد ما طويتو على جوج وعاود طويتو على 4 كناخذ من هنا لهنا 8 سنتيم وكنهبط بجوج سنتيم اللي كنقور هكذا الحرده ديال الخلف، ومن بعد كناخذ 21 سنتيم في الكتف وكنهبط 3 سنتيم كناخذ مسطره ديالي وكنلاقي النقطه ديال الكتف مع النقطه ديال العنق هكذا سيداتي، وكنهبط من هاد النقطه حتى لهنا، يعني تو دغوا ب 20 سنتيم. كندير واحد العلامه وكنعبر نتقابل معاه ونعبر العبار ديال الصدر اللي هو 30 سنتيم. من بعد كناخذ البيروكي ديالي وكنحطو فوق هاد النقطه وكنخلي دائما هاد الجهه هادي اللي هي بوينتو جهه الكتف وكنطراسي هكا سيداتي. هذه هي الدوره ديال التركيز للناس اللي ما تيحكموش يصوبوها بسهوله. هاد البيروكي كيسهل عليكم بهذا الشكل. كنقطع التقويره ديال الخلف والكتف ثم هاد التركيز او دوره ديال التركيز باش كيوضح لينا الامر. كنهبطوا من هاد النقطه 12 سنتيم وكنعاودوا نهبطوا ب 12 سنتيم اخرى، كنجيو لهاد النقطه الاولى كندخلوا بجوج سنتيم باش كنحكموا الايفازي ديالنا هكا، وكنعاودوا نخرجوا من هاد جوج سنتيم لهاد النقطه ديال 12 سنتيم الثانيه حتى للاسفل هكذا سيداتي. ومن بعد كنعبر الطول ديال القندوره ديالي عندي 140 سنتيم. كنقطع الطول ومن بعد كنحيد واحد الجهه ونخلي غير جهه باش كنخدم الطوفات ديالي او كنخدم الامام سيداتي. هاد الاكسسوار اللي قلت لكم غنرافقوا معاه كنعبر شحال فتحت له هنا في هاد الفتحه هادي، شحال درت في هاد الفتحه لقيت عندي 20 سنتيم. غادي نشد من الكتف حتى لهنا 20 سنتيم وكنطراسي باش يجيوني قد. كناخذ دابا هاد النقطه هادي ديال الكتف مع هاد النقطه اللي درت ديال 20 سنتيم غيجيني في كول في سيداتي هكا وكنقطع. من بعد كنعبر وكناخذ العبار ديال التركيز او ديال الدوره ديال التركيز. عطاتني 30 سنتيم اللي كناخذ هاد الطرف اللي بقى ليا وكنخدم كنطوي
على 2 كنعاود نطوي على 4 هكذا، وكنجي يا سيداتي كنعبر 12 سنتيم، وكناخذ هذه النقطه هذه اللي هي اوبلي كنتقابل مع ديك النقطه ديال 12 سنتيم، وكناخذ العبار ديال 30 سنتيم اللي لقيتوه في الدوره ديال التركيز سيداتي، ومن بعد كنقور هكذا حتى لهاد النقطه ديال 30 سنتيم. كنعبر الطول ديال الكم ديالي عندي 46 سنتيم، اسفل الكم كناخذ 17 سنتيم، وكنلاقي النقطه ديال اعلى الكم مع النقطه ديال اسفل الكم هكذا سيداتي. بعد ما حصلنا على هاد الكميمات هكا كناخدو سيداتي هاد الطرف اللي بقى لينا، وكنحاولوا نديرو واحد الزائد غادي يكون عندنا هنا في الكم ديالنا. ما غيكون فيه لا لي فرونس لا والو، غادي نديرو فيه العبار ديال السطر، بعدا نحيد هاد الزوائد هادو. غنديرو فيه ملي غناخدو الطول ديالو 14 سنتيم حتى لهنا، كنقطعوها هكا، كنجيو لهاد الكم كنلاقيوه يعني نفس كنحطوه هنا باش كناخدو العبار ديالو اكزاكت، وكنزيدو على داك العبار بواحد 3 سنتيمتر اللي كنخرجو بها من هنا، وكنديروه هكا انكليني حتى لامونش. هذا هو الشكل ديال الكم ديالي اللي منين غادي نمونطيه غادي ندير له هاد الحجيرات هكا في هاد الطلاقيه ديال الخياطه اللي غادي ندير معكم سيداتي. كناخذ هاد الطرف اللي بقى لي هنا هذا، كندير السجفه، كنخدم منه السجفه ديال الامام هكا سيداتي. على الكول وجزء من الكتيف كنحيد 6 سنتيم. 6 كنذكر سيداتي ان هاد 6 سنتيم كتجي لداخل في البياسه لداخل ما كتبانش، ولكن حنا كيجي الكول ديالنا مفيني، كناخذ الطرف ديال الثوب اللي بقى ليا كنطوي على 2، كناخذ الخلف وكنحطو على هذا الشكل يعني اوبلي بالطريقه، وكنقطع هكا وجزء من الكتف، ومن بعد كنخلي لداخل 6 سنتيم 6 باش كنفيني بها الكول ديالي هكا صافي. ودابا بعد ما ساليت الفصاله ديالي غادي ندوز نشوف معكم المونتاج. ما تمشيو فين، خليكم معايا. رجعت بكم بالمونتاج. غادي ناخذ الامام ديالي وغادي ندير له السجفه هكذا سيداتي، كول في كنفتح الكول بهذه الطريقه، كنقلبو وكنثبتو على هذا الشكل هكا. من بعد كناخذ السجفه ديال الخلف حتى هي كنخدمها بهذا الشكل.
كنلاقي الكتيف بهذه الطريقه كيف عودتكم. كناخذ هاد السجفه ديال الخلف وكنخليها هكا، كندرك بها هاد العيب هذا بهذا الشكل. وكنمونطي الكتيف. من بعد كنحصل على هاد لا فينيسيون هادي وكنصاوب الجهه الاخرى بنفس الطريقه. انا هاد الكلام سيداتي كنوجهو للمبتدئات باش تكون الخدمه ديالهم مضبوطه. من بعد كنثبت هاد السجفه ديالي هكا ديال الخلف، كنكلاصيها هكا فوق الخلف بهذا الشكل، فوق السورجي بهذا الشكل. ناخذ لكم هكا وكنزيد فيه هذيك الباندا اللي قلت لكم او اللي فصلت معكم بهذا الشكل. من بعد كناخذ هاد لي زيستراس هادو فيهم جوج ديال الخطوط كيف كتشوفي سيداتي، غادي نثبتهم فوق هذيك الخياطه. هما فيهم واحد الكوله هنايا، انا غادي نثبتهم بالماكينه من الوسط. ومن بعد منين كيتروباساو كيتثبتوا عاوتاني بهذيك الكوله اللي فيهم هكا غير بشويه. على هذا الشكل كيتمونطا. كيف يمكن لك تخدمي سيداتي حتى بالبرا والخيط. الا ما بغيتيش تخدمي بالماكينه ممكن تثبتيه بالابره والخيط. تخدمي غير بشويه باش تحصلي على هذه النتيجه. غير بشويه سيداتي خدمي باش ما تهرسيش الابره، راه صعيب في الخدمه. وها هو حتى هو ساليته بنفس الطريقه. بعد ما كنكون ديجا كرانيت الوسط ديال الكم هكذا، وكنمونطي القندوره ديالي من الجوانب هكا.
ودابا ندير معكم الوغلي ديال سنتيم ونص. كندوز الكميمات حتى هما كندير لهم لوغلي في الاسفل لكم هكا. كناخذ سنتيم في لوغلي ديالكم. الكم الاخر حتى هو بنفس الطريقه. وبعد ما ساليت المونطاج ديالي سيداتي بلا ماشين او بالماكينه، غادي ندوز نثبت هاد الاكسسوار هكا، لانه يعني قاصح باش يدوز بالماكينه. غادي ندوز نثبتو معكم بالابره والخيط ونروباسيها وندوز نشوف معكم الشكل النهائي. ما تشوفين، خليكم معايا. وهذا هو الشكل النهائي سيداتي. القنيطره ديالي هي كي كتشوفي، رائعه راقيه خفيفه، فيها هاد لي زيستراس هكا بهذا الشكل. انت كي كتشوفي. نتمنى طرق الاعجاب ديالكم، وإلا عجبك الفيديو ديالي ما تنسيش تابوني معايا باش يوصلك كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.